أهلا بالجميع. غيتا سبورت هي شركة تصنيع شوكولاتة ألمانية تأسست عام 1912 على يد الزوجين كلارا وألفريد أويغن غيتا. كانت الفكرة أن تكون الشوكولاتة لذيذة وسهلة الحمل. السؤال هو: لماذا لم يقم المصنعين الآخرين باعتماد نفس الشكل المربع؟ نتكلم على براءة اختراع. أن شركة غيتا سبورت عندها براءة اختراع لشكلها المربع، وهذا من ضمن هويتها والشيء اللي يجعلها مميزة في الأسواق، لهذا هي الوحيدة في الأسواق بهذا الشكل. 1932 جاءت فكرة الشكل المربع من قبل الزوجة كلارا غيتا التي أرادت صنع شوكولاتة يمكن وضعها في الجيب الرياضي دون أن تنكسر. غيتا سبورت هي شركة معروفة أنها تهتم بالبيئة والتنمية المستدامة، هذا تمثله في اللوغو الأخضر هنا. نتكلم على النكهة. أنا شريت النكهة مارسيبان، كل نكهة عنده لون وحدات تاعو. إذا حبيتو كتبوا لي في التعليقات واش هي النكهة تاعكم اللي كرهتوها مفضلة، ولا واش هي النكهة اللي حابين تاكلوها في المستقبل. هي حلوة 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 قوي، مش خطرة فيه 20 جنيه. ما تنساوش لايك، تابعوني، باي باي.